هو ليه الحمل ممكن يتأخر؟ تأخر الحمل ممكن يكون وراه حاجة بسيطة وممكن يكون وراه قصة كبيرة. هنتكلم عن الأسباب العلمية الدقيقة لتأخر الحمل ونوضح أحدث الفحوصات والعلاجات اللي عشان نقرب لحلم الأمومة خطوة بخطوة. من الناحية العلمية 90% من الأزواج اللي بيحاولوا الحمل بينجحوا خلال أول سنة، لكن 10% اللي بيتأخر فيهم الحمل بيحتاجوا الفحص دقيق عشان نعرف السبب. وده لأن الحمل مش عبارة عن لقاء بين البويضة والحيوان المنوي، لكنه سلسلة أحداث معقدة. طب هي إيه الأسباب العلمية لتأخر الحمل؟ رقم 1 مشاكل التبويض عند السيدات. التبويض السليم هو أساس حدوث الحمل، ولو في خلل في التبويض الحمل ممكن يتأخر، وده زي متلازمة تكيس المبايض. دي واحدة من أكتر الأسباب شيوعا اللي بتمثل حوالي 70% من مشاكل التبويض عند السيدات. بيكون فيها زيادة في مستوى هرمونات الذكور، وده بيمنع التبويض من النضوج بشكل طبيعي. ممكن يكون عندنا قصور في المبيض، قصور المبيض المبكر، ودهوت لما يكون المبيض يمنع إنتاج أو بيوقف إنتاج البويضات قبل سن 40 سنة. في كمان مشاكل الغدة الدرقية، سواء كان النشاط بالزيادة أو النقصان، ده ممكن يسبب اضطرابات كتيرة في الدورة الشهرية والتبويض. السبب اللي بعده انسداد قناة فالوب، وده الطريق اللي بيوصل بين المبيض والرحم. انسداد قناة فالوب ممكن يكون نتيجة التهاب سابق في الحوض أو جراحة سابقة في البطن أو الحوض أو وجود بطانة رحم مهاجرة. السبب اللي بعده وجود تشوهات خلقية في الرحم أو أورام ليفية أو ضعف في بطانة الرحم. كل دي أسباب بتأثر على قدرة الجنين نفسه إن هو ينغرس في بطانة الرحم. مشاكل السائل المنوي عند الرجال من الأسباب برضو اللي ممكن نقف عندها. مشاكل الرجال بتمثل حوالي 30% من أسباب تأخر الحمل. طبعا من أهمها قلة عدد الحيوانات المنوية، وكمان ضعف الحركة، لأن الحيوانات المنوية لازم تكون سريعة وقادرة على الوصول للبويضة. كمان في مشكلة تشوهات الحيوانات المنوية. في عوامل تانية ممكن يكون لها تأثير برضه، زي السمنة والنحافة المفرطة، لأنها بتسبب اضطراب في الهرمونات. التدخين بيأثر على جودة الحيوانات المنوية والبويضات. التوتر بيقلل إفراز الهرمونات وبيأثر على الهرمونات اللي بتأثر على التبويض، وممكن يزود إنتاج هرمون البرولاكتين أو هرمون اللبن. أما السن وتأثيره على الخصوبة عند السيدات بتقل بشكل واضح بعد سن ال 35، وده بيرجع لنقص عدد البويضات وجودتها. إزاي نعرف السبب؟ لما الحمل بيتأخر لازم نقف عند الفحوصات الطبية المناسبة عشان نعرف السبب. ايه الفحوصات اللي بنحتاجها للسيده؟ تحليل الهرمونات، تحليل FSH والLH المسؤول عن التبويض، وتحليل الغده الدرقيه، وتحليل هرمون اللبن. بنعمل اشعه بالصبغه على الرحم والانابيب عشان نكتشف لو في اي انسداد في قناه فالوب او عيوب في الرحم، وبنعمل سونار مهبلي لمتابعه حاله المبيض والرحم، وعشان لو نعرف في تكيسات او اورام ليفيه في الرحم. تحليل AMH من التحاليل المهمه جدا عشان نعرف مخزون المبيض وعدد البويضات المتبقيه. نيجي بقى لفحوصات الرجال. تحليل السائل المنوي مهم جدا عشان نعرف الحركه والعدد ونعرف نسبه التشوهات في السائل المنوي. ايه العلاجات المتاحه؟ النهارده التطور الطبي بيقدم حلول كتيره جدا. اول واحده تنشيط التبويض باستخدام ادويه زي الكلوميفين ستريت او الليتروزول، او حقن هرمونيه لتحفيز انتاج البويضات. عندنا بعد كده التلقيح الصناعي، اجراء بسيط بيتم فيه حقن الحيوانات المنويه بعد معالجتها جوه الرحم. نيجي بعد كده للحقن المجهري، وده من انجح الحلول العلميه الموجوده حاليا، خصوصا في حالات ضعف الحيوانات المنويه او انسداد قناتي فالوب. الجراحات البسيطه زي ازاله الاورام الليفيه او ازاله انسداد قناتي فالوب. علاج دوالي الخصيه عند الرجال من خلال جراحات بسيطه بتحسن جوده السائل المنوي. عندنا شويه نصايح عشان ندعم الخصوبه الطبيعيه. هنهتم بالغذاء المتوازن غني بالبروتين والفيتامينات والاوميجا 3. الحفاظ على وزن صحي. السمنه والنحافه بتقلل الخصوبه. الابتعاد عن التدخين لانها بتاثر على جوده البويضات والحيوانات المنويه. نهتم بممارسه الرياضه بانتظام، ولكن تكون ممارسه معتدله. رساله امل في نهايه الرحله: لو الحمل اتاخر نفتكر ان العلم بيحط لنا حلول عشان نحل اصعب الحالات، لكن الاهم هو الصبر والاهتمام بالصحه الجسديه والنفسيه، وكل حلم ليه توقيته الخاص، وربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه.